لو عاوزة تعرفي إيه هي المشاكل اللي هتقابلك في الشهور الأولى أثناء الحمل، وإيه هي المشاكل الأكثر خطورة، وإزاي تخلي بالك منها، هجاوبك على كل حاجة. بس الأول ادخلي على اللينك واعملي اللايك. ابلكيشن الداية تقدري دلوقتي تعرفي منه أقرب صيدلية ليكي والتقييم بتاعها كام، وكمان عناوين ومواعيد الدكاترة، وكمان المعامل وخدماتها. حملي ابلكيشن الداية دلوقتي. في مشاكل كتير بتحصل في الشهور الأولى من الحمل، زي القيء والغثيان والتعب والإرهاق وكثرة التبول والتغيرات الثدي والإمساك والتغيرات المزاجية والاكتئاب والتوتر والقلق والدوخة والصداع وألم أسفل البطن والشد العضلي وحرقان المعدة. كل ده بيحصل طبيعي، لكن في بقى مشاكل أكثر خطورة. أول ما تحسي بيها لازم تروحي لدكتورك على طول. زي إيه؟ زي الإجهاض والحمل خارج الرحم وتشمم الحمل، وده بيكون بسبب ارتفاع ضغط الدم وفقر الدم ومرض السكر واضطرابات القلب والأوعية الدموية وكمان اضطرابات الغدة الدرقية. تعالي دلوقتي هقولك ايه هي النصايح اللي تخليكي تقدري تتعاملي مع المشاكل دي وتحافظي على نفسك. أول حاجة يا بنتي الالتزام بجرعات الأدوية اللي الدكتور بيقولك عليها، وكمان ترتاحي على قد ما تقدري وتشربي كتير سوائل عشان ما يجيلكيش إمساك، وتتجنبي الأطعمة والروايح اللي ممكن تسبب الغثيان والقيء، وتاكلي وجبات خفيفة وصغيرة على مدار اليوم، مش طول ما انت قاعدة تاكلي 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 تاكلي. وكمان تمارسي الرياضة علشان الدورة الدموية. وكمان يا حبيبتي البسي هدوم مريحة كده على بطنك. نهايته يا بنتي كل ما تلاحظي على نفسك حاجة انت مش متعودة عليها وقلقانة منها لازم تلجأي للدكتور على طول، عشان هو الوحيد اللي هيساعدك علشان يحافظ على صحتك وصحة الجنين. وبكده يا حبايبي نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، وما تنسوش تحملي ابليكيشن الداية علشان هيفيدك كتير. واستنوني بقى يا حبايبي في حلقة جديدة من برنامجكم الداية. ابليكيشن الداية تقدري دلوقتي تعرفي منه أقرب صيدلية ليكي والتقييم بتاعها كام، وكمان عناوين ومواعيد الدكاترة، وكمان المعامل وخدماتها. حملي ابليكيشن الداية دلوقتي.